يا صباح الفل والياسمين على عيونكم يا حلوين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو النهارده مختلف شويه، هوريكم كده المشتريات اللي انا جبتها بتاعه الخزين اللي احنا كنا مقدرينها بمبلغ 600 جنيه، وفي نفس الوقت كمان هنعمل الاكل مع بعض. بص بقى، اول حاجه كده جبتها 5 كيلو رز. الكيلو عامل 23، يعني الخمسة عاملين 115. وجبت كمان مكرونة اللي هي العقل الصغننة دي. الكيلو عامل 22 جنيه، أي نوع مكرونة. جبت بقى منها أقلام، وجبت عقل صغيرة زي ما قلتلكوا، وجبت كمان نص شعرية، وجبت نص اسباجيتي، وجبت كمان لسان عصفور كيسين كده. وجبت كمان نص عدس أصفر، ونص بقى ايه فاصوليا بيضة، و ذرة فشار، وكمان فول مدشوش نص كيلو، قلت بقى عشان نبقى نعمل بصارة. وجبت كمان بقى ازازتين خل. وهنا بقى شوية الرفايع اللي هو الكنتاكي ده، بيتطحن كده مع فيجيتار وتتبلي بيه الفراخ، بيبقى حلو جدا. جبت بقى ايه ب10 جنيه كده فيجيتار، وب10 جنيه اللي هو الكنتاكي ده. وهنا بقى نص عسل اسود وربع طحينة. وجبت كمان بقى الشاي اللي هو الصغير ده، البواكي الصغيرة. وكمان جبت مناديل لولو المدرسة. وجبت بقى ورق لورا وفلفل اسمر وكمون وشطة، كل حاجة كده ايه ب10 جنيه. وجبت كمان خميرة، 3 بواكي خميرة كده، وينسون، وقروصة كبريت صغيرة. واخر حاجة علبة السمنة دي كيلو صوفي عاملة 90 جنيه. فطبعا انا كملت يعني كملت على المشتريات اللي موجودة عندي. انا كان عندي خزين من الشهر اللي فات، فكملت عليه الحاجات دي. قفلت بالظبط بالظبط 600 جنيه. فانا حبيت اوريها لكم، عشان انا قلت لكم قبل كده ان انا لما اجيب المشتريات هوريها لكم لما قدرت ال 600 جنيه بتاعه المشتريات. وطبعا دي كل واحده على حسب ما هي بتحط المشتريات اللي هي بتحتاجها وبتكمل على اللي عندها. تعالوا بقى النهارده نعمل شويه كده عدس، شويه كده كشري اصفر. حطيت كده 2.5 رز، وواحد ونص عدس. غسلتهم كويس، واول كده ما الميه غليت انا حطيت ميه تغلي على البوتاجاز. اول كده ما غليت سقطت كده الرز والعدس بعد ما غسلتهم غسله كويسه. بصوا بقى، مقدار الميه هنا زايد شويه، ادام المعلقه كده بتحطيها في النص وبتقع، يبقى مقدار الميه مش مظبوط، لازم تقلليه. فقللته وقلبت كده وحطيت المعلقه، بصوا ثابته ازاي ما بتقعش خالص، يبقى كده مقدار الميه كويس. احط بقى الملح، واول كده ما يغلي احط كده الملح واديله كده تقليبه، وهدي عليه النار خالص واغطيه واسيبه بقى مع نفسه بالظبط تلت ساعه ربع ساعه يكون استوى معايا. هنا بقى عملت السلطه، هحط بقى كده شويه خل عليها، وهحط كمان هعصر ليمونه كده كبيره حلوه. وهحط بقى الملح والحاجات بتاعتها. انا كنت مقطعها بس وحطها في التلاجة، فقلت بقى اطلعها واكمل الحاجات بتاعتها. مش عارفه ليه قشره الليمونه، بذره الليمونه ما كانتش عايز تطلع من السلطه. ما علينا، نكمل تاني. حطيت بقى الملح كده وهحط بقى اديها تقليبه كده، وهبتدي اغرفها كده في السلاطين بتاعتها بالمره، عشان نركنها كده وحاجه خلصنا منها. عايزه اقول لكم الكشري بيبقى حلو جدا، سهل جدا، واكله سريعه بصراحه. لما بكون بره باجيب طلبات او حاجه، ببقى عارفه ان الاكله دي هرجع اعملها، عشان ما بتاخدش مني وقت، وسهله جدا ومفيش اي حاجه. حطينا طبعا المخلل بقى، عشان الكشري بيبقى عايز مخلل كده وحلو. وكمان قليت بطاطس عشان لولو. وهنا بقى بصوا، تعالوا نرجع للكشري كده. بصوا استوى ازاي وشرب ميته واستوى بقى 10/10. طبعا انا شفت بقى الناس اللي بتخطف البطاطس وانا بصور، كنت مديها ظهري، فشفت المقطع بتاع الفيديو قلت مش هقطعه. وهنا بقى حطيت شوية زيت في الطاسة، هعملهم هقدحهم. اول كده ما يسخنوا جامد هحط معلقة السمنة في الزيت بعد ما اطفي عليه، واروح بقى طشاه كده على الكشري زي ما انتوا شايفينه كده. وبعد كده اقلبه عشان كل الزيت بقى كده ينزل لاخر الحلة. بس وخلاص على كده، وبترفعيه من على النار وتغرفيه بالشكل ده. عايزه اقول لكم حلو جدا، وكمان بالذات في الشتاء كمان تاكليه كده حاجه تدفي كده العيال. بجد حلو قوي، ما بياخدش وقت، جربوه وان شاء الله باذن الله يعجبكم. وده كان فيديو النهارده سريع كده وسهل، واتمنى يكون الفيديو كان خفيف على قلبكم. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.